أنا مش بخاف من الموت، أو على الأقل ما كنتش بخاف، بس اللي حصل خلاني أشك إذا كنت لسه عايشة أصلا. أنا اسمي نادين، بشتغل في مكتب تصميم وطباعة. بنشتغل على كل حاجة: كروت أفراح، بوسترات، لوحات محلات، أحيانا حتى بطاقات عزاء. الشغل ممل أحيانا بس هادي. كان عندي روتين واضح: شاشة، شاي، سماعات، والسلام. في يوم الساعة كانت 9:46 الصبح، لقيت إيميل جديد بعنوان تصميم بطاقة وفاة، ضروري اليوم. قلت تمام، فتحته. كان في مرفق بصيغة PDF. ضغطت عليه عادي جدا، بس اللي ظهر على الشاشة خلاني أوقف التنفس. الكارت كان أبيض، وفي النص صورة كفن مرسوم بأسلوب ديجيتال بس بدقة غريبة. جوه الكفن كان في وشي أنا. وقفت أبص للصورة أكتر من دقيقة، ما قدرتش أتحرك. نفس ملامحي، نفس المنديل اللي دايما بلبسه في شعري، حتى الخاتم اللي دايما في صباعي الشمال موجود. ازاي؟ مين عمل كده؟ حاولت أكذب نفسي، يمكن صدفة، يمكن شبه. رجعت أبص للمرسل، مفيش اسم. إيميل غريب، أرقام وحروف عشوائية، ومش كاتب حتى تفاصيل الشخص المتوفي اللي المفروض أعمل له التصميم. حاولت أضحك بس جسمي ما كانش متعاون. وأنا بقفل الملف حسيت إن وشي بيسخن، كأن الصورة لسه بتبصلي، مش أنا اللي ببص عليها. لأ، هي اللي بتراقبني. عدت ساعتين وأنا مش قادرة أكمل شغل. كنت كل شوية أفتح الملف، أقرب للشاشة، أدقق، يمكن ألاقي أي علامة تقول إنه فوتوشوب، تركيب. لكن لأ، الصورة دي معمولة مخصوص عشاني. رجعت البيت في اليوم ده بدري، ما كنتش قادرة استوعب، وقلت لنفسي أنا هبعت الإيميل ده لصاحبتي ندى تشوفه. بس لما فتحت اللابتوب في البيت، الملف اختفى. مفيش PDF ولا إيميل ولا حتى في الهيستوري، كأن اليوم ده ما كانش. بدأت أحس إني بمشي في دايرة. حاولت أركز أعدي يومي، لكن في نفس الليلة صحيت مفزوعة على صوت رنة ماسنجر، رسالة من حساب مجهول. الصورة نفسها، بس المرة دي كان مكتوب تحتها بخط صغير جدا: مش فاضل كتير. قعدت أعيط، ما كنتش عارفة أنا بعيط ليه، خوف ولا توتر ولا لأن جزء مني صدق. من اليوم ده وأنا بقيت أشوف الكفن في كل مكان، شكله على الحيطة، في الغسيل، حتى في انعكاس التليفون لما بينطفي. بدأت أتغير، ما عدتش بروح الشغل، قفلت الموبايل. حتى الناس حواليا قالولي إن عيني بقت غريبة. بس الحاجة اللي كملت الدايرة كانت بعد أسبوع في جنازة جارنا اللي تحت، وأنا ماشية مع أمي. بصيت من باب الجامع ولقيت الكفن ممدود، ونفس الصورة، وشي ملفوف بنفس الطريقة، نفس الخاتم. كانوا بيشيعوني بس من غير ما أموت. من وقتها وأنا مش عارفة إذا كنت فعلا موجودة ولا أنا مجرد نسخة بتتكرر لحد ما تنطفي.